انجوي سو حبيبي بيتي ولو سو بدي تعملي تفضل انا حبيبي انجوي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير تشوفون فيديو اليوم. إن شاء الله فيديو اليوم روتين الصغير تنظيف الاستقبال، وراح أشارككم احتفالية ولادة الزهراء عليها السلام. اللهم بفاطمة وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع العراقيين والعراقيات من كل مكروه يا رب العالمين، وجميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله، ويستر علينا وعليكم جاه محمد وآل بيت محمد. الناس أحبايب طبعا بداية روتيننا ركبت اللحم وراح أدخل على الاستقبال. طبعا هاي بعد الاحتفالية، يعني سويت لكم التنظيف بعد الاحتفالية، وإن شاء الله الاحتفالية تشوفونها بنهاية الفيديو. الناس أحبايب طبعا طبيت أنظف الاستقبال. هسه حابة أذكركم إذا بعدكم ما سويتوا لايك للفيديو رجل تسوون لايك للفيديو وشاركون القناة بين الأهل والأصدقاء، يعني مشاركة حلوة. ونبدي فيديونا بالصلاة على محمد وعلى آل بيت محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. تشوفكون يوم الجو لكم ولا غلطة، الجو ولا غلطة يجنن. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. ببرودة وشوية شمس، وهذا شكل الحديقة. ونرجع نكمل روتيننا وياكم. إن شاء الله الروتين بنات يعجبكم وينال رضاكم. ما إلا هو إلا تشجيع، يعني مو تعليم، تشجيع. هنا طبعا عندي هذا كريم الأطفال، طبعا تعرفون بعد أطفال، وكريم وهذا ولعب والله ونسونا البارحة. طبعا اجونا بيت أخوي، هم سووها مفاجأة، وإحنا يعني صدفة، يعني بليت همين مسوين مالت وفاة العفو ولادة الزهراء عليه السلام. طبعا احنا بنات انا ما جبت كيكة دوران السنة، بس احنا احتفلنا يعني دوران السنة، بس كان ابونا ما موجود، بس احنا احتفلنا يعني راس السنة. يعني شلون احتفلنا؟ اول شي صلينا ركعتين لوجه الله تعالى، لانه خلصنا 23 الحمد لله والشكر، وبدينا بسنة جديدة واحنا سالمين ان شاء الله احنا وياكم. وصلينا على محمد 100 مرة همين انا والعائلة طبعا، وحمدنا ربنا وشكرنا على الحال اللي احنا بيه، والحمد لله والشكر. وبدينا سنتنا الحمد لله. هسه صادفت وفاة الزهراء، يعني شقد سنة حلوة. يعني هذه السنة أنا كلش متفائلة بيها، كلش مو طبيعي يعني متفائلة بيها، لأنه شنو يعني بداية السنة ولادة الزهراء عليها السلام. سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تحسين بالسنة يعني كلش متفائلين بها. إن شاء الله تفائلوا بهاي السنة، إن شاء الله يحقق كل أمنياتكم بجاه ولادة الزهراء. إن شاء الله تحقق كل أمنياتكم يا رب العالمين. ويعني أنا كلش متفائلة بهذا السنة، وانتوا كتبوا لي بالتعليقات. واكو مقولة الإمام علي عليه السلام يقول تفائلوا بالخير تجدونه. يعني هذه المقولة كلش يعني أنا كلش أتيقن بيها، ويعني متخذتها. تفائلوا بالخير تجدونه أمامكم. ويعني هذه السنة أنا بالنسبة لي يعني تفاجأت من يوم 3/10 يصادف 20 جماد الأخرى يصادف ولادة الزهراء، يعني كلش حلوة. بسم الله ما شاء الله. هنا هسه بنات طبعا الحمد لله وشكر ارتفعنا وخلصنا، وثاني يوم نظفت الاستقبال. طبعا نظفت البيت كله أنا صار أسبوع ما مصورت لكم أنا، واليوم حبيت أمنتج لكم التصوير اللي صورته بالأسبوع كله. صورت هواي ونظفت هواي، سويت تنظيفات عميقة، غسلت ملابس، صفطت فراش، عزلت ملابس، يعني سويت شغلات هواي. إن شاء الله صورتها وياكم. إن شاء الله هذا روتين وبعد روتين وبعد روتين، يعني مالت الأسبوع. إن شاء الله انتظروني بالأيام الجاية، راح تنزل لكم همين الخياطات البقية اللي ما كملتها وياكم، والنتائج الأخيرة مال الفصال اللي سويته. إن شاء الله تشوفونه بالفيديوهات الجاية. لهنا حبايب أذكركم
سووا اللايك، سووا اللايك ما ادري يعني انتم ما راح تخسرون شي والله، يعني بس مجرد تسوون اللايك يصعد الفيديو على اليوتيوب. شغلة ثانية بنات، اذا حابين تشوفون يعني شغلي الخاص بي، فبقناتي الثانية ان شاء الله اخليها بالوصف او بتعليق مثبت، بالوصف اكثر شي اخليها. اذا حابين تزورونها ويشاركوني بالشغل مالي، يعني الشغل مالتي يشوفون شنو مشروعي. طبعا هذا المشروع قديم. اكو بنية طبعا صديقتي، هي متابعتي المفضلة موجودة في القناة، تقول لي والله يا ام عباس صايرة دلالة. اقول لها انا من زمان دلالة ممثلة. ولو انا ما احب هذه الكلمة ما دلالة، بس ما يخالف مقبولة منك. يعني مشروعي ان شاء الله موجود على القناة الثانية. القناة الثانية مو هسه فاتحتها، تتذكرون على قناة الثانية القديمة مالت الاعمال اليدوية اللي سويتها ببداية مشواري باليوتيوب. اي قلت لكم حبايب قناتي قديمة بيها حتى 6250 مشترك. انضموا لها، راح اخلي لكم الرابط. طبعا خليت انا على المنتدى همين، ده هم اخلي لكم على المنتدى. شوي القناة يعني ما اقدر اخلي عليه بيها روابط لانه ما يقبل اليوتيوب اخلي روابط عليها. ناس حبايب طبعا مثل ما شفتوا جاي نظف وياكم انا وملتهي اسولف. اتمنى بنات تدعموا لي القناة. شوفوا بنات تقولون ليش ما من زمان قلتيلنا؟ بنات كنت مشغولة، يعني انا كان عندي مشروع كانت كلش كبير، فما الحق انشر حتى على اليوتيوب. تذكرون قبل انا كنت منقطعة، يعني كل 10 ايام كل شهر انزل فيديو، خصوصا من كنت ببيت الايجار. كان طبعا اصحاب القنوات هواي يعرفون أنا عندي هذا المشروع، ومن ضمنهم ماما وفاء الله يذكرها بالخير اذا شوف فيديوي. ما ادري شنو سبب انقطاعها، يعني كلش انقطعت عني، ما ادري شنو السبب. يعني ما ادري، رأسة التليفونات تقفلت والحسابات تقفلت، يعني من خلالي. بعد ما كنا يعني كل صديقات انا وياها وبيناتنا زادوا وملح. اذا تعرفون انا رحت لها مرة بغداد وسويت زيارة وهاي. اذا تسمعني من هذا الفيديو، اذا تقدر ترد علي ترد، واذا ما تقدر ترد علي كلش براحتها، كلش براحتها. يعني كانت هي قبل تدعمني تقول لي ام عبوسي احكي بالمشروع مالتك ليش لا. قلت لها يعني انا مو وقتها هسه، مو وقتها يعني كلش مشغولة. كنت يعني مشروعي كلش كبير وكلش مشغولة الحمد لله والشكر. يعني كان عندي صالون حلاقة ويعني وما الحق يعني اسوي وانشر اسمي يلا انشر على حالة الواتساب، يعني هاي منتجات وشغلات وهاي. فهسه بعد ما قدرت ببيتي هذا، يعني تعرفون المسؤولية كبرت، الجهال كبرى والبيت كبر، فعفت شغلة الصالون بقت عندي بس شغلة المنتجات. وطبعا عندي خبرة بالمنتجات الأصلية وكلها الأصلية، يعني تردين الأصلية والماركات كلها موجودة. فإذا حابين تشوفون وتزورون صفحتي إن شاء الله القناة موجودة، ورقم التليفون موجود بيها مالت البيج، يعني رقم التليفون مالت الواتساب الحالة موجود بيها. إذا تحبون تتواصلون وياي متابعيني هواي دائما تقولوا لي شلون نريد نتواصل وياك على الخاص، فهذا صار الخاص. إذا تحبون تتواصلون أو تردون تشترون أو ما تردون تشترون، هذا يعني مو همي أنا، يعني تشترون أو ما تشترون. قلت لكم أنا همي يعني هسه صار عندي وقت أسولف وياكم على مشروعي. دائما تسألوني، طبعا أسوي بخورات وأسوي شغلات هاي اللي طبعا ناشرتها على القناة وبعد أحسن من عندها إن شاء الله. ان شاء الله حبايب تدخلون على صفحتي وتشوفونها وتسجلون بالواتساب مالتي، اكثر شي نشر مالتي على الواتساب. ناس حبايب طبعا خلصت الاستقبال وان شاء الله هاي شوفوا وقت التعطير، وان شاء الله خير وعافية وستر إنه وإلكم. صارت الاستقبال تلمع لمع والريحة والطاقة الإيجابية فول أقولكم صارت كلش حلوة. هنا حبايب طبعا راح اخلص الاستقبال وراح اشوفكم الاحتفالية. وطبعا جبت كيكة وترتيبات وشغلات وهاي. شاركوني بيت اخوي هم كانوا بوقتها جايين، طبعا هم سووا لي مفاجأة، قالوا نجي وقالوا ما نجي، قالوا نجي قالوا ما نجي، انه ما يحس لما طبوا علي يعني بعد العشاء. والحمد لله والشكر قعدنا وسولفنا وكلنا الكيكة وعصير وشكليات وترتيبات وفواكه وراحة. والحمد لله قعدت الصبح نظفت الاستقبال. هنا هسه قلتكم حبايب قلبي اترككم في حفظ الرحمن، انتظرونا ان شاء الله بفيديوهات جديدة، وانتظرونا ان شاء الله بالفيديو الجاي. واستودعتكم الله الذي لا تضيع وداعه. وهنا هسه حبايب طبعا قطعنا الكيكة، اللي حاب يشوف المقطع الاخير وياخذ امنيته من هذا الدعاء، يعني من هذا المقطع، لان يعني هذا خصيصا الزهرة ام الحسن سلام الله عليها،
فأنتوا يعني هذا مثل ما يقولون بيت الدعاء، إذا حابين تاخذون مراتكم من عنده. هاي الشموع شغلناها، وهنا طبعا شبعنا ضحك، شبعنا سوالف على حمادة وعلى اندومي طبعا اسمه آدم، احنا نقول اندومي، قد وكاحته نقول اندومي. وهنا حبايب قطعت الكيكة والحمد لله والشكر وكلناها وسلامكم العافية. يلا هسه أنا لهنا راح أترككم هسه، ابقوا انتو كلكم تردون تلقوني الفيديو، تردون تروحون تشاركونه، تردون تسووا له لايك، هاي ظلت يمكم. تردون تدخلون على المنتدى تلقون الرابط مال قناتي الجديدة، هي مو جديدة قديمة. فأهلا وسهلا بيكم. راح أخليكم رقم التليفون بالمنتدى مالت القناة الجديدة.